عمرك حلمت بحاجات غريبة وصحيت مش فاهم ايه معناها؟ ليه بنحلم؟ وهل الأحلام مجرد أوهام ولا رسائل سرية من عقلنا الباطن؟ دكتور مصطفى محمود بيفسر لنا الأحلام بطريقة مختلفة تماما، بيجاوب على أسئلة عمرك ما فكرت فيها، وده اللي هنعرفه من خلال كتاب الأحلام، وده هيكون ملخص كتابنا اليوم. كتاب الأحلام هو رحلة ممتعة جوه عقلنا الباطن، بيحاول فيها دكتور مصطفى محمود يفسر الأحلام بطريقة مختلفة تماما، مش مجرد تفسيرات تقليدية، لكنه بيدخل في أعماق النفس البشرية. في الكتاب ده هنلاقي تأملات فلسفية عن معنى الأحلام، وهل هي مجرد خيالات ولا رسائل سرية من عقلنا الباطن. دكتور مصطفى محمود في كتابه الأحلام بيشوف إن الأحلام مش مجرد مشاهد عشوائية، لكنها ممكن تكون رسائل مشفرة من عقلنا الباطن، أو حتى محاولات لفهم الواقع بطريقة مختلفة. أحيانا الحلم بيكون إعادة تدوير لمواقف حصلت، وأحيانا بيكشف لينا حاجات عن نفسنا ما كناش فاهمينها. في نظريات كتير بتقول ان الاحلام وسيلة العقل الباطن علشان يفرغ الرغبات والمشاعر اللي مش بنقدر نعبر عنها في الواقع. فرويد كان شايف ان الاحلام عبارة عن طريق ملكي للعقل الباطن، وانها بتمثل رغباتنا المكبوتة اللي بتظهر في شكل رموز واحداث غريبة. لكن دكتور مصطفى محمود في كتابه الاحلام عنده نظرة اوسع، مش بس من منظور نفسي، لكنه بيشوف ان الاحلام ممكن تكون انعكاس لمخاوفنا وتجاربنا، وحتى تساؤلاتنا عن الحياة والمجهول. مش كل حلم هو رغبة مكبوتة، احيانا الحلم بيكون محاولة لفهم اللي بيحصل حوالينا، او حتى تنبؤ بشيء لسه ما حصلش. الأحلام أحيانا بتكون زي المراية اللي بتعكس مشاعرنا الداخلية، سواء كنا مدركين ليها ولا لا. ممكن تحلم إنك بتجري من حاجة مجهولة وتلاقي إن ده انعكاس لخوف أو قلق جواك، أو تحلم بمكان دافي ومريح وده دليل على إحساسك بالأمان أو الحنين لشيء معين. دكتور مصطفى محمود في كتابه الأحلام بيشوف إن الحلم مش مجرد قصة بنشوفها وإحنا نايمين، لكنه حالة بتكشف لينا عن اللي جوه عقلنا الباطن، مشاعرنا وأفكارنا وحتى الصراعات اللي بنهرب منها في الواقع، كلها ممكن تظهر في شكل رموز داخل أحلامنا. في كتاب الأحلام للدكتور مصطفى محمود هو مش بيركز على فكرة الحلم الواعي أو التحكم في الأحلام بالطريقة الحديثة، لكن هو بيتكلم عن الأحلام بشكل أعمق. بيشوف إن الأحلام مش مجرد صور عشوائية، لكن هي انعكاسات لمشاعرنا وأفكارنا الداخلية. دكتور مصطفى محمود مش بيقول إنك تقدر تتحكم في حلمك زي ما في ناس بتعمل الحلم الواقعي، لكن هو بيشير إلى إن لو الشخص قدر يفهم نفسه ويتعمق في مشاعره وأفكاره، ممكن يبقى أكتر وعي بأحلامه يفهمها بشكل أفضل. لو فهمت مشاعرك وبدأت تحلل أحلامك بعد ما تصحى، ده ممكن يساعدك تبقى أكتر وعي في الأحلام اللي جاية. الحلم العادي هو كل حلم بنشوفه أثناء النوم من غير ما نكون مدركين إنه حلم، بيكون عبارة عن مجموعة من الصور والأحداث والأحاسيس اللي مش مرتبطة ومترابطة، قد تكون خيالية أو مرتبطة بالواقع اللي عايشين فيه. أوقات الأحلام العادية بتعكس تجاربنا اليومية وأفكارنا ومشاعرنا. دكتور مصطفى محمود في كتابه الأحلام بيشوف إن الحلم العادي مش مجرد خيال عابر، لكن هو جزء من طريقة العقل الباطن في التعبير عن أفكارنا ومشاعرنا اللي ما بنقدرش نواجهها في اليقظة. الأحلام دي مش دايما بتكون منطقية أو مفهومة، لكن في كتير من الأحيان بتكشف لنا عن حاجات جوانا يمكن ما كناش واعيين ليها. الرؤية الصادقة هي نوع من الأحلام اللي بيكون فيها رسالة حقيقية أو تنبؤ بشيء هيحصل. في الإسلام بيقال إنها جزء من النبوة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. إزاي نفرق بين الرؤية الصادقة والحلم العادي؟ واضحة ومفهومة، مش بتكون مليانة رموز غريبة أو أحداث مش مترابطة، قصيرة وبسيطة، مش طويلة ومعقدة، وغالبا بتفضل فاكرها كويس بعد ما تصحى. بتحصل في الحقيقة، ممكن تتحقق زي ما شفت، توصل لك برسالة معينة، بتحس براحة بعدها، مش زي الكوابيس اللي بتخليك متوتر. الرؤية الصادقة غالبا بتسيب فيك إحساس قوي. لو شفت حاجة وشايف إنها رؤية صادقة، حاول تفكر فيها، ولو حسيت إنها رسالة ليك خدها بعين الاعتبار. في كتاب الأحلام للدكتور مصطفى محمود بيشرح فكرة إن الأحلام لها تأثير كبير على حياتنا وعلى تاريخنا كمان. يعني في بعض الأحيان الأحلام مش مجرد خيالات أو تفريغ للعقل الباطن، لكن بتكون رسائل حقيقية أو تنبيهات من الله أو من داخلنا، وليها تأثير كبير. زي ما في مثلا رؤى دينية وتاريخية غيرت مسير ناس كتير، زي رؤية سيدنا إبراهيم لما شاف في حلمه إنه بيذبح ابنه إسماعيل، وده كان اختبار من الله سبحانه وتعالى. ورؤيته دي كانت بداية لحدث تاريخي
العظيم. أو رؤية النبي يوسف، شاف في حلمه إن الشمس والقمر و11 كوكب ساجدين، وده تحقق لما أصبح وزير في مصر. أو رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، شاف في منامه فتح مكة، وده اتحقق بعد سنين. الرؤى دي بتؤثر في الناس بشكل كبير لأنهم بيشوفوا فيها رسالة إلهية أو إشارة. في ناس بتتخذ قرارات مصيرية بناء على أحلامهم أو بتعتبرها دليل على الطريق الصح. أصدقائي الأعزاء، ما زلنا مع كتاب الأحلام للدكتور مصطفى محمود. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة وشير الفيديو مع أصدقائك. شكرا لمتابعتكم، ونرجع مرة تانية لتكملة تلخيص الكتاب. كتاب الأحلام للدكتور مصطفى محمود. رؤية فرويد للأحلام من خلال الكتاب. الأحلام هي تحقيق للرغبات المكبوتة. فرويد بيقول إن الأحلام هي محاولة من العقل الباطن لإشباع رغبات مكبوتة أو مشاعر مش عارفين نظهرها في الواقع بسبب قيود اجتماعية أو أخلاقية. يعني لو في رغبة في داخلك مش قادر تعبر عنها في الحياة اليومية، ممكن تظهر في حلمك. فرويد كان بيعتقد إن الأحلام مليانة رموز، وكل رمز ليه معنى مخفي. مثلا لو حلمت بشخص معين أو بشيء معين، ده مش بالضرورة يعني الحلم عن الشخص أو الشيء ده، لكن ممكن يكون بيعبر عن حاجة تانية في عقلك الباطن. التكثيف والتحويل. في تحليلات فرويد الأحلام مش دايما بتكون مباشرة. هو بيقول إن التكثيف يعني إن فكرة واحدة ممكن تتجمع مع أفكار تانية وتظهر في حلم واحد. مثلا ممكن الشخص يكون بيجمع مشاعر خوف من شيء معين مع رغبة في حاجة تانية، وكل ده بيتجسد في حلم واحد. أما التحويل فبيقصد بيه إن المشاعر المكبوتة بتتحول لشيء مختلف في الحلم. مثلا لو كنت حاسس بالغضب تجاه شخص، ممكن الحلم يظهر عن طريق حلم تاني بيكون غير مرتبط بيه. ده كان ملخص لفكرة فرويد عن الأحلام في كتاب الدكتور مصطفى محمود. في كتاب الأحلام للدكتور مصطفى محمود بيعرض التفسير العلمي للأحلام من منظور بيجمع بين العلم والفلسفة. بيشرح إن الأحلام ممكن تكون طريقة الدماغ لتنظيم الأفكار والذكريات. وفي السياق ده الدكتور مصطفى محمود بيقول إن الأحلام مش مجرد تصورات عشوائية، بل هي عملية هامة بيقوم بها الدماغ لتنظيم البيانات والمعلومات. التفسير العلمي للأحلام. تنظيم الأفكار. الدماغ أثناء النوم بتعمل على ترتيب وتنظيم الأفكار والمشاعر اللي بيتعرض لها الشخص. الأحلام هي عبارة عن وسيلة لتصفية الأفكار المخزنة علشان يقدر الدماغ يعمل ترتيب منطقي لكل ما مر به الإنسان. الدماغ بتختار بعض الأحداث أو الصور من يومك وبتبدأ في دمجها مع بعضها البعض وتظهر في شكل أحلام. الحلم مش دايما له معنى عميق، بل أحيانا يكون مجرد تفريغ للي عديت بيه من خلال اليوم. 2. معالجة الذكريات. الدماغ بيقوم بتخزين الذكريات من خلال عملية التعلم والتجميع. الأحلام هي جزء من العملية دي. لما يقوم الدماغ بربط الذكريات القديمة بالجديدة وتوليد صور أو مشاهد متشابكة، دي بتساعد في تعزيز الذاكرة على المدى البعيد، وبتساعد الشخص على التكيف مع المواقف الجديدة. في كتاب الأحلام للدكتور مصطفى محمود بيتكلم عن إن الأحلام مليانة رموز بتعكس حالتك النفسية. يعني الحلم مش مجرد صور عشوائية، غالبا بيكون تعبير عن مشاعرك الداخلية أو أفكارك المكبوتة. زي السكوت. لو حلمت إنك بتسقط، ده ممكن معناه إنك مش حاسس بالأمان أو فاقد للسيطرة في حياتك، يعني ممكن تكون في حالة توتر أو قلق. أو لو حلمت إنك بتطير، ده معناه إنك عايز تتحرر من حاجة معينة في حياتك، سواء كانت مسؤوليات أو ضغوط. الطيران في الحلم بيكون غالبا تعبير عن الرغبة في الهروب. أو في رموز للعواطف زي الماء. لو كان الماء هادي ومريح، ده ممكن يعبر عن راحة نفسية. لو كان الماء مضطرب أو عكر، ده ممكن يكون في شعور بالقلق. أو لو حلمت إنك بتجري من حد أو حد بيطاردك، ده ممكن يكون دليل على إنك هارب من مشكلة في حياتك أو عندك مخاوف مش قادر تواجهها. أو لو حلمت إنك بتتجوز أو في علاقة عاطفية، ده ممكن يكون تعبير عن حاجتك للحب أو إنك محتاج للاستقرار العاطفي في حياتك. المعنى إن التفسير الفردي للأحلام يعني إنك لازم تربط حلمك بتجاربك الشخصية ومشاعرك وأحداث حياتك. يمكن لرموز معينة في الحلم إنك تعكس أفكارك الداخلية، خوفك، رغباتك، أو حتى أملك في المستقبل. في كتاب الأحلام للدكتور مصطفى محمود بيحاول يفسر الظواهر المختلفة للأحلام، ومنها الأحلام العشوائية. الدكتور مصطفى محمود بيعتبر أن الأحلام العشوائية مش بالضرورة بتكون من غير معنى، بل هي جزء من العمليات العقلية والنفسية اللي بتحدث أثناء النوم. الدكتور مصطفى محمود بيقول أن الأحلام العشوائية ممكن تحدث عندما يكون العقل الباطن مشغول بالكثير من الأفكار أو المعلومات، زي التجارب اليومية أو المشاعر المكبوتة، أو لما الشخص بيكون في حالة من التوتر أو بيواجه ضغوط نفسية كبيرة. يمكن تنتج الأحلام العشوائية نتيجة لتداخل أحداث الحياة، يعني بمعنى أن الدماغ بيحاول ترتيب هذه المشاعر والأحداث المبعثرة.
في كتاب الأحلام الدكتور مصطفى محمود بيقول إن أحلام اليقظة مش مجرد خيال أو تسلية، لكنها كمان ممكن تكون وسيلة للهروب من الواقع أو الضغوط اللي بنمر بيها. يعني العقل ساعات بيحتاج يهرب من المشاكل أو التوترات اليومية، والأحلام دي بتكون طريقة بيعبر بيها الشخص عن رغباته أو مخاوفه. إمتى بتحصل أحلام اليقظة؟ لما بيكون الشخص محتاج يهرب من واقع صعب، أو بيتخيل الحياة الأفضل أو المستقبل، وبيكون عنده شعور بإحساس بالوحدة. ازاي تأثر أحلام اليقظة على الشخص؟ من الناحية الإيجابية ممكن تساعد في التفكير الإبداعي أو تخليه عنده راحة نفسية. الإلهام من أحلام اليقظة هو لما الشخص يبدأ يتخيل أفكار أو مشاهد في خياله، ومن خلالها بيحصل على إلهام أو دافع جديد لتحقيق حاجات معينة في حياته. يعني الشخص ممكن يستخدم أحلام اليقظة كمصدر للطاقة والإبداع اللي بيساعده على اتخاذ خطوات فعلية في حياته. لما الشخص يتخيل نفسه في مواقف مثالية أو يحقق نجاحات معينة في خياله، ده ممكن يكون إلهام ليه لتحقيق نفس الأحلام في الواقع. أحلام اليقظة بتساعد الشخص على تصور مستقبله وإزاي هيكون، ولو الشخص بيشوف نفسه في المستقبل هو ناجح او محقق لحلمه، ده ممكن يكون حافز قوي ليه. لما الشخص بيهرب من ضغوط الحياة وبيغرق في احلام اليقظة، ساعات بتكون فرصة للعقل انه يجيب افكار جديدة، ده ممكن يساعده في ايجاد حلول لمشاكله. احلام اليقظة بتخلي الشخص بيركز على رغباته الداخلية، وده ممكن يوصله لإلهام يحفزه لتحقيق الاهداف اللي كان بيشوفها صعبة. خلاصة كتاب الأحلام هي رسائل من أعماق النفس للدكتور مصطفى محمود، بتركز على فكرة إن الأحلام هي رسائل هامة من العقل الباطن بتحتاج إلى التأمل لفهمها بشكل كامل. الدكتور مصطفى محمود شايف إن الأحلام مش مجرد تجميع عشوائي للأفكار، ولكنها بتحمل رموز ومعاني عميقة بتساعد الإنسان على فهم نفسه أكتر. في كتاب الأحلام للدكتور مصطفى محمود بيتناول فكرة الغموض اللي بيحيط بالإنسان، وبيعتبر إن الإنسان في رحلة دائمة للبحث عن الحقيقة والهدف. الدكتور مصطفى محمود بيطرح تساؤلات حول الوجود والذات والغموض، شايف إن الأحلام هي جزء من الغموض، بحيث إنها بتكشف عن أبعاد غير واضحة في شخصية الإنسان، وبتظهر ليه جوانب من العقل الباطن اللي قد تكون غائبة عن وعيه. وبكده أصدقائي نكون أنجزنا تلخيص كتاب الأحلام للدكتور مصطفى محمود. نتمنى إن يكون ملخص كتاب اليوم عجبكم، وبنتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم دايما. تفاعلكم معانا هو اللي بيشجعنا ان احنا دايما نستمر ونطور من نفسنا. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة وشير الفيديو مع اصدقائك علشان تعم الفايدة على الكل. ومن خلال تعليقاتكم تقدروا تساعدونا بطرح كتب جديدة بتقديمها للتلخيص.